مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله بخير وصحة جيدة. هذه كتبتي التي قرأتها وهذه نباتاتي المفضلة. اليوم لقد في الصباح نشرت حكاية أو قصة على الإنستغرام، وسألت بعض المتابعين عن أسئلة يقدموها لي وأعمل لكم حلقات على اليوتيوب مثل هذه. فأجابني شخص وقال لي كيف يمكنني التعليم بشكل مستمر وأنجح في حياتي، وكيف ألتزم بالوقت، وكيف قرأت هذه الكتب بأسرع وقت. فأولا يعني الشيء المهم هي الساعة البيولوجية، يعني باختصار تنظيم وقت دراستك، وتنظيم وقت امتحانك، وتنظيم متى سوف تشرب القهوة، ومتى ستشاهد التلفزيون، ومتى ستشاهد اليوتيوب، وما هي المعلومات اللي أنت مجبور أن تقرأها وأن تتعلم منها أو أن تنجح بحياتك أو دراستك. فالساعة البيولوجية لكل شخص مهمة جدا. مع العلم حاليا الكثير لا يلتزم في الساعة البيولوجية، مع العلم أنها ستساعدك كثيرا في الدراسة. ثانيا عندنا ذاكرة الراحة، يعني ضع عطرا على الملابس وقت الامتحان، قبل الامتحان بيوم ضع عطرا وأنت تدرس. عندما تذهب إلى الامتحان ضع عطرا مرة ثانية، ستختلط المعلومات مع زمان العطر. من السبب كون الإنسان جشعا في التقدم، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعيا للمماطلة. فنحن عازمون على تحقيق هدفنا في أسرع وقت، ممكن من خلال تسلق سلم عملاق يصبح أكثر صعوبة لأدمغتنا كل يوم. بدلا من ذلك ركز على تكوين عادات من خلال اتخاذ القليل من الإجراءات اليومية. يعني مثلا إذا أنت كنت تريد إنهاء كتاب مكون من 350 صفحة، ابدأ بقراءة 10 صفحات كل يوم وليس 50 صفحة. هكذا بالامتحان كمان، يعني عندما تريد قراءة الكتاب قبل الامتحان حاول أن تقرأ قبل 10 أيام أو 20 يوم، فمعلومات عندك ستكون أقوى بالإجابة داخل الامتحان. أتمنى لكم هذا الفيديو، الكثير منكم سيستفاد منه إن شاء الله، وأتمنى لكم التوفيق الدائم. وإلى هنا، مع السلامة.